بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي هنا وسعادة دايما كده يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هنعمل كده النهاردة مع بعض يا بنات حلى الجزر. ده هنا كان عندي جزرتين كبار بشرهم، حطيت عليهم 5 معالق سكر وبيتهم ليلة في التلاجة يا بنات بالشكل ده كده. عمل معايا بقى الصوص العسل ده كده. يلا يا بنات، يا ريت تعملوا لايك وتعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس، وعايزة لايك كده للفيديو، عايزة الفيديو ده يترفع بيكم. هنا كده معايا فنجان سكر فانيليا، هنا مكسرات، جوز هند وزبيب، هنا كده دول 5 معالق كاستر، وعندي هنا يا بنات نص رطل لبن بالقشطة بتاعته أو تبع ما انت عايزة. دي كده يا بنات كنت بشرب الجزر ده يا بنات بشر ناعم خالص زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. هبدأ بقى أرفعه على النار مع نص كوباية مية كده الأول ياخد غلوتين معايا. يلا يا بنات، يا ريت تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. يا ريت تدعموني كده يا بنات، قولوا لاصحابكم وحبايبكم، نفسي القناة تكبر بيكم كده يا رب. كده انا هبدأ ارفعها على النار بالشكل ده كده، هتاخد بس معايا غلوتين بالشكل ده كده يا بنات. عايزه اقول لكم انها حلوه جميله جدا. طبعا الجزر متوفر اليومين دول ورخيص جدا جدا في السوق. تعمل الوصفه دي كده جميله، تدفي نفسك كده وتدفي اولادك بيها، جميله جدا وفي نفس الوقت مغذيه ولذيذه. طبعا الجزر كل فوائده جميله يا بنات ومفيده جدا. حبيت كده اجربها معاكم، بس بجد طلعت تحفه وروعه يا بنات، وطعمها يجنن بجد وحلوه جدا جدا. يا ريت تجربوها وتقولوا رايكم فيها. بالشكل ده كده يا بنات بقى هنزل بفنجان السكر. طبعا السكر تبع رغبتك بقى، عايزاها مسكرة عايزاها معقولة تبع ما انت عايزة. طبعا انا حطيت فنجان سكر وكانت مظبوطة جدا وكانت جميلة. هنزل كده بالفانيليا تديها طعم وريحة كده جميلة. طبعا يا بنات انا نسيت اقول لكم ان انا كنت حاطة بشر نص برتقانة على الجزر. عشان بجد في الغليان كان وهو بيغلي كان عاطلني ريحة جميلة جدا وكان طعمه جميل جدا. هنا كده انا هنزل على الكاستر يا بنات بنص فنجان مية، هدوبه كده خالص عشان انزل عليه باللبن. انزل على اللبن بيلف معايا كده، بس بعد ما ياخد غلوة باللبن الاول بالشكل ده كده يا بنات، واخد معايا غلوتين 3. هنزل كده بالكاستر بعد ما دوبته. في المرحلة دي بقى هعمل يا بنات بالمضرب علشان ما يكتلش معايا خالص. هبدأ الف بالمضرب كده على طول وهو بيقلب معايا بالشكل ده كده. يلا يا بنات، يا ريت تعملوا لايك وتعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس. انا عايزه القناه تكبر بيكم. يلا يا بنات، لو انت لسه معايا يا قمرايا لغايه في الفيديو لغايه دلوقتي، يا ريت تعملوا لايك واشتراك وتدعموني كده وتقولوا لاصحابكم وحبايبكم. بقت معايا بالشكل ده كده يا بنات، شايفين قوامها كان جميل ازاي؟ مفيش اي تكتلات لان انا طبعا عملتها بالمضرب. هبدا كده بقى احطها في الكاسات بالشكل ده كده واوريكم شكلها يا بنات بعد ما اخلصها. يلا يا بنات، يا ريت تعملوا لايك واشتراك في القناه. بقت بالشكل ده كده يا بنات، شايفين شكلها وقوامها كانت جميلة جدا. كده انا زينتها بقى بالشكل ده حسب ما انت عايزة. ممكن تكتفي بقى كده من غير تزيين، كانت جميلة جدا. كفاية بس ان فوائد الجزر فيها واللبن كلها مفيدة ومغذية جدا. عايزة اقول لكم ان كيس اللبن عمل معايا الكمية دي كده يا بنات وكانت جميلة جدا وروعة. يلا يا بنات، يا ريت تجربوها ويا ريت تعجبكم ويا ريت الفيديو يكون عجبكم ويا ريت يكون عند حسن ظنكم يا بنات. يلا قوم اتدفي كده واعملي الوصفة الجميلة دي كده ودفي نفسك وبيتك وأولادك، ومغذية جدا يا بنات. يلا أشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.